راح ندير معكم ضمن مسلق. اللي ما ياكلش السلق راح ياكلوه بهذه الطريقه، يجي بزاف بنين وما تنسوش تجربوه. انا في مقلاة درت شويه زيت. انا بعد ما غسلت السلق راح نرش عليه شويه ملح وفلفل اسود ونخليه يذبل. في طاجين درت شويه زيت، راح ندير نصف الكميه تاع البصله والثوم، خلو غير شويه برك للحشو نتاع السلق. هنا عندي حبه طماطم متوسطه الحجم، راح ندير في التوابل فلفل اسود، راس الحانوت وعكري والملح، نقلوهم مليح مع بعض. هنا راح نضيف حوالي 2 كيسان ماء يكون ساخن، وديما الطاجين يطيب على نار هاديه. ها كي تحوسوا على اي نوع طاجين، طاجين زيتون، طاجين جلبان، طاجين بسباس، طاجين برقوق، لا مازال ما درتش طاجين البرقوق، طاجين زبيب، طاجين القرنون، هادو كامل كتبوا طاجين مثلا جلبان، ريما عبيد، يطلع لكم كل شيء، كتبوا غير الاسم مع ريما عبيد. هنا عندي شويه دجاج، حوالي 4 ملاعق رز طايب، وديك البصله والثوم، وضفت السلق والقزبر، وضفت حوالي 2 ملاعق خبز مرحي والتوابل اللي درناهم في الطاجين. راح نشكلهم كرات، راح نكملهم كاملين. كيما قلت لكم اي نوع تاع طاجين تحوسوا عليه راح تلقاوه عندي. ديروا برك طاجين الزيتون ولا طاجين الجلبان مع هريمه عبيد يطلع لكم الفيديو. هنا شوفوا الطريقه بزاف سهله كيفاش نرمضهم في الفرينه. ديروا هاد الطريقه، شفتوا كي يتغطاو كامل وروحوا نقلوهم في الزيت. واللي مشترك في قناتي يشترك ويفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. هنا راح نحط هذه كرات السلق تاعنا ونخلي الطاجين تاعنا يعقد. وما تنسوش ديما نقول لكم خلوا فيه شويه مرقه، خاطش كي تطفوا الطاجين هو يقعد مازال يطيب. ها هو وجد معنا بعد ما رشيت عليه شويه قزبر. وان شاء الله تكون عجبتكم وصفه اليوم وتشاركوها مع احبابكم اصدقائكم. وما تنسوش ديروا لي لايك كومونتير كيما العاده، ونقول لكم يعطيكم الصحه والسلام.